أعزائنا المشاهدين، أهلا وسهلا ومرحبا بكم. لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس حتى يصلكم كل جديد. الجديد اليوم رأينا حكيم زياش لعب لقاء كامل، رأيناه قام بأكثر من أسيست، دافع ضد فريق ليفربول. تشيلسي يلعب خارج القواعد، عاد بنقطة ثمينة من ليفربول. البعض يراها ليست في المستوى، ولكن شخصيا أعرف ما معنى أن تلعب ضد ليفربول في ليفربول، خاصة في هذا الوضع. إذا تشيلسي بالأداء الكبير الذي قدمه حكيم زياش، خاصة الفرصة التي أضاعها مهاجم تشيلسي هارفردز، ولولاها ربما لكانت تشيلسي عاد بالثلاث نقاط. ولكن الأغرب في هذه القصة اليوم أو في هذه الملحمة أنه عندما كان حكيم زياش يلعب ضد ليفربول في مدينة ليفربول، كانت مفاوضات أخرى تجري هنا في لندن بين برشلونة وحكيم زياش من أجل انتقال حكيم زياش إلى برشلونة، وكذلك من أجل انتقال اللاعب العاجي فرانك كيسي إلى فريق تشيلسي. ربما تشيلسي يريد أن يعطي زياش إلى برشلونة ويأخذ هذا اللاعب، لأن تشيلسي يبحث على لاعب وسط ميدان، وكذلك حكيم زياش أيضا لا يريد البقاء في فريق تشيلسي بقطع النظر عن المدرب الذي سيدير دفة هذا الفريق. إذا لماذا برشلونة يريد حكيم زياش؟ برشلونة يريد أن يدعم الخط الأمامي ويريد أن يفوز بالليغا. إذا أردت أن تفوز بالليغا فما عليك إلا باستخدام لاعبين جدد، والغربلة تكون نهاية الموسم، من سيبقى مع برشلونة ومن سيرحل. هذه كرة القدم. إذا حكيم زياش له مكان في برشلونة. شخصيا أتمنى أن يذهب إلى برشلونة، لأن ذهابه إلى برشلونة سيعطينا حكيم زياش الذي رأيناه في كأس العالم وفي أجاك وفي فترة ما في فريق تشيلسي. أنا شخصيا دائما أقول زياش يجب أن يكون في فريق أكبر من تشيلسي، وبرشلونة أكبر من تشيلسي. مهما تحدثنا وقلنا برشلونة التاريخ والأمجاد، وتشيلسي أيضا لديه تاريخ، ولكن تاريخ برشلونة صعب أن تجده في أندية كثيرة حول العالم.